بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا متابعينا أو مشاهدينا الآن عبر اف سي موبايل كبير، وهنا في دوري أبطال أوروبا، حيث الليلة مواجهة المرنجي الريال مدريد في مواجهة برشلونة على لقاء عملاق، على لقاء أسطوري في دوري أبطال أوروبا. لا ننسى أن هذا الموسم برشلونة فليك متصدرا في المركز الثاني في دوري الأبطال. بالنسبة لبرشلونة أما ريال مدريد فهو متأخر جدا وهذا سيلعب ملحق، ولكن اليوم قررنا أن نجرب هنا في اف سي موبايل مود دوري أبطال أوروبا للقاء عملاق. معاكم المعلق الليبي رؤوف الباشا على لقاء عملاق، على لقاء جبار الان. بهذه واحدة ضايعة الان، ما زالت كرة خطيرة الان، كرة خطيرة الان لبرشلونة يا كبير، لبرشلونة يا عالمي. ما زالت الان كرة خطيرة. لا ما زالت الان دفاعات الميرينجي يا كبير. فينيسيوس، فيني عدى، فيني راح، فينيسيوس فيني راح. يحاول مرارا لكليان، لكن لا، دفاعات برشلونة تبدأ من هنالك. بدري يبحث عن يمال ليفاندوفسكي. تعود الان رافينيا يسري الستار. ما زالت هنالك لوكاس فاسكيتس، ترجع الان رودريغو. هذه خطيرة، هذه حلوة، هذه جميلة كانت صراحة. لقطة من لقطات المباراة على لقاء عملاق، على لقاء اسطوري الان. هنا يا كبير في لقاء جبار هنا بالنسبة للمرنجي الريال مدريد، للقاء عملاق في دوري أبطال حيث لا مثيل للريال. هذه المقولة المعروفة في دوري أبطال أوروبا وسهرات دوري الأبطال. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب يا كبير على لقاء عملاق الان ما نقدمه. بوم. لكن يا كبير حارس برشلونة يقدم مباراة عملاقة اليوم. اللقاء عملاق الان بالراس. هذه في بعيد، هذه في القائمة الاخر بعيدة تذهب الان. ليفا ما زالت من هنا الكلام. كونتي أستريا ستير دفاعات الريال فيما بالريح. باللقاء جنوني الان هنا يا كبير وفي دوري الابطال. هذه مباراة الذهاب، يوجد مباراة اياب، لا حد ينسى ذلك يا عالمي. باش في حكم. اذا تنتهي احداث الشوط الاول، استراحة قصيرة ونعود اليكم في الشوط الثاني. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ان شاء الله في مقاطع قادمة وفي بث في التيك توك قريبا، سنستمر على ذلك. اللقاء عملاق، اللقاء جبار الان، اللقاء الان اسطوري لواحد عملاقة من ليالي دوري الابطال. أسري ستار يمين يمال. جول كل الذلال، كل الجمال، السوادة هي مريم العاطفة. ما زالت من هنا الان ليفاندوفسكي ياتي بواحدة عرضية. شوف يمين يمال. بوم، لكن كورتوا وتكملها، يكملها ليفاندوفسكي بالراس. حتى في الإعادة صراحة، حتى في الإعادة يعني تبين ما مدى الموقف صراحة. مرينجي جميل، أوستريا ستير. هذه أولى أهداف برشلونة على لقاء عملاق. ما زالت الآن فيني راح فينيسيوس كيليان مبابي. هذه بعيدة والله، كادت أن تكون قريبة بالنسبة للمرنجي الريال مدريد. ما زالت لربما الان أستريا ستار. ايش اللي قاعد يصير يا الريال يا المرنجي؟ لكن يا كبير يعني صراحة تصدي عالمي بالنسبة لتيبو كورتوا، ذلك الحارس البلجيكي اللي دائما لطالما كان متألقا وعاد من الإصابة. طبعا ننسى الموسم الماضي لم يحضر في دور الابطال، وكان لونين هو من متصدر المشهد في حراسة مرمى ريال مدريد على لقاء عملاق. الان كليان مبابي، يا مبابي. ريال مدريد كله اصبح معتمدا على المهاجم كليان مبابي. يحاول ان يروا كليان مبابي وزع. صدق او لا تصدق، الموضوع سيخرج الان عن السيطرة
عن سيطرة برشلونة. اوه هذه فيها تسلل، كانت تمريرة ولا اروع. شوف 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 لو تعيد الكلام في التسلل، شوف التسلل. اوه هذه تسلل واضح، تسلل واضح وجلي صراحة. عاد سيعود الميرينجي الريال مدريد امام برشلونة في دوري ابطال اوروبا على لقاء عملاق، على لقاء جنوني. لين ربما ما زلت في بداية مشواري التعليقي يا كبير، لقد غبت طويلا عن هذا المحتوى الجميل وعن هذه الإثارة والقمة الجبارة. الآن اوه تخلص من هنالك كونتي يبعثها لين، ما زالت كرة خطيرة لبرشلونة، لكن لا يا كبير تعود لدفاعات الريال. إذن تنتهي مباراة الذهاب بفوز برشلونة 1-0 على الريال. هذا سيعود الميرينجي في سانتياغو برنابيو في المباراة القادمة. لا رغم ذلك كان معكم معلق ليبي رؤوف. إلى هنالك لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. أنتظركم دائما في لايفاتي التيك توك أو في قناة في اليوتيوب. جود باي، في رعاية الله وحفظه.